زي ما احنا عندنا ناس بتفهمنا الدين غلط، هم برضو عندهم ناس بيفهموا الدين غلط على اهوائهم بقى وعلى طريقتهم. ده كلام انا بقوله لان انا اجريت حوارات ومناظرات مع يهود مدنيين، وهم نفسهم اللي قالوا هذا الكلام مش انا. قالوا احنا مشكلتنا في رجال الدين بتوعنا ان هم بيبثوا فكر يقول لك احنا لو متنا والدولة اليهودية ما كانش حريص شعبها على الرفاه بتاع الاجداد لن ندخل الجنة. طب الكلام ده موجود فين؟ يقول لك ما نعرفش. فهم عمالين يخطط، ضربوا لك السياحة، ثورات الربيع العربي بقى السلام اللي خلت الورد يبقى 11 شهر في ال 12 شهر يا جماله. ضربوا لك ايه؟ السياحة. طب ضربوها ليه؟ لأن العاصمة السياحية في الشرق الأوسط ستكون إسرائيل رقم واحد. تدخل السياحة إسرائيل، تطلع من إسرائيل تدخل على مصر، ترجع تاني زي ما جت. وأنا حكيت الموضوع ده قبل كده، بس إيه؟ كتر التكرار يعلم الشطار ويحفظ الناس المخططات. واحنا طبعا بقى طيارات اسلاميه بقى وعايزين نطبق شرع الله وبتاع، هنقول ايه؟ يلا نحن نكره الاصنام ونكره هذا الجبل الذي دنس ورجس وكفار، وهذا ابو الهول الذي هو صنم. يلا ياخدوه، بعيدوا عننا، خدوهم على الاقل يخلصونا منهم. هو بينقض على تراثك وعلى حضارتك وعلى ثقافتك وعلى اكبر ثروة مخلية العالم يحترمك، وهي تاريخك اللي بيزيد عن 8000 عام.